السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ القمر دي بطريقه سهله جدا، لا محتاجه انك تتبلي الفراخ من قبلها ولا تجهزيها ولا الكلام ده، هنعمله كله مره واحده. اول حاجه بدات ان انا جبت عندي صينيه كده، ضفت فيها معلقتين كبار من الزيت ومكعب كده من السمنه او الزبده، وضفت فيها كده كام فص كده من الحبهان وورق اللوري، وبعدين نزلت بالفراخ بتاعتي وغطيتها كده وسبتها تاخد صدمه من الناحيه، واقلبها الناحيه التانية لحد ما تاخد لون، وبعدين هنبدا ان احنا نضيف عليها التوابل بتاعتنا. ضيف اي توابل متوفره عندك، طبعا الفراخ تحب التوابل الكتير، انت ضيفي التوابل المتوفره عندك، وبعدين هنغطيها بالميه وننزل عندنا بالبصل كده مقطعينه جوانح، ونسيب الفراخ مع البصل كده لحد ما تبدا ان هي تغلى كويس جدا، وبعدين هنبدا ان احنا نهدي عليها النار ونسيبها تستوي لحد ما تبقى معانا بالجمال ده. ممكن انك تدخليها الفرن وتخليها تكمل سوا، انا خليتها تستوي تماما على عين البوتاجاز، وبعدين هبدا بقى ان انا ادخلها الفرن تاخد معايا لون لحد ما تطلع معانا بالجمال ده. عايزه اقول لكم ما شاء الله الفراخ كان طعمها حلو قوي ومتطعمه كويس، والتتبيله داخله فيها حتى لو ما تبلتهاش من قبلها وهتطلع معاكي بالجمال ده، والفراخ كانت دايبه. وبالف هنا وشفا.